في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي تستخدم شات جي بي تي ومن غير استخدام في بي ان وفي اي مكان انت موجود فيه في العالم زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض. فيلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل كده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في الفيديو ده هنتكلم عن الأداة الرائعة وهي أداة BOE. الأداة دي هتخليك تستخدم شات جي بي تي بسهولة جدا، يعني بمجرد ما هتسجل الرقم بتاعك هنا وتضغط جو هتلاقي الموقع بعت لك رسالة على الموبايل فيها كود التفعيل بتاع الموقع. وممكن برضو تستخدم الميل بتاعك او ممكن برضو تسجل بجوجل برضو اللي هو ميل الجيميل بتاعك. بمجرد ما هتكتب الرقم بتاعك هنا، بس اول حاجة تختار الكود بتاع البلد بتاعتك. فاحنا هنا في مصر فهنختار ايجيبت. بعد كده تكتب الرقم بتاعك وتضغط على جو. بمجرد ما هتضغط على جو هيجيب لك كود هنا على الموبايل بتاعك تسجله هنا. يعني انا بعت لي الكود مثلا، فاحنا هنجربه مع بعض. ظهرت معايا هنا اهي لوج ان، هضغط عليها دخلني على الاداة مباشرة. طبعا هي هتيجي هنا، انا طبعا الاداة كنت مستخدمها قبل كده وبقول له هل انت انسان، فهو بيقول لي ان هو يعني مش انسان وكده مش عارف ايه. فانت ممكن بقى هنا تستمتع بالاداة الرائعة دي ومجانا. طبعا هنا في شات جي بي تي 4، بس هنا شات جي بي تي 4 اللي هو ايه، يعني محتاج انك تشترك في الموقع بفلوس، لانه هنا هيبقى ليك رسالة واحدة بس، يعني وان فري مسج لليوم الواحد، يعني يوم واحد ليك سؤال واحد تسأله. اما الشات جي بي تي العادي ليك طبعا الا ما لا نهاية تسأل براحتك. والادوات التانية دي اللي هي زي شات جي بي تي، بس طبعا شات جي بي تي هو الاشهر ما بينهم. فانا هنا هسأله مثلا اي سؤال، يعني هقول له مثلا قول لي نكتة، يعني مثلا فهو هنا قال لي نكتة، يعني انه ليه الطماطم بتتحول يعني لونها احمر. فهو بيقول لي علشان يعني هي بتشوف السلطة بتتقطع، يعني الطماطم من الخوف ووشها احمر. فطبعا يعني دمه خفيف ما شاء الله الشات جي بي تي. فانت بقى جرب براحتك، اسأله اي سؤال انت محتاجه. طبعا انا فاتحه هنا من مايكروسوفت ايدج، طبعا مش شرط ممكن تفتحه من جوجل، انا اصلا كنت مسجل من جوجل وكده، بس سجلت شرحت على مايكروسوفت ايدج عشان اجيب لكم التسجيل من اول وجديد بالموبايل وكده. يعني هسيب لكم رابط الموقع ده في الوصف اسفل الفيديو، تقدر تضغط على الرابط وتدخل على الموقع مباشرة وتسجل طبعا زي ما قلنا بالموبايل او بالايميل وبسهولة جدا يعني. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على انه مايكروسوفت يعني اضافت الاداة دي البنج، هنعرف ازاي نفعلها مع بعض زي ما احنا شايفين كده على مايكروسوفت ايدج. برضو متضافة معايا هنا الاداة، برضو هنا يعني شات جي بي تي شغال معايا عادي وتقدر تسأله. هنشوف في الفيديو اللي جاي ازاي نعمل كده. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.